يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وتم حال. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا شفيعي يا محمد. تعالوا بقى، روتين جامد جدا، روتين كله حلويات، روتين كله طاقه، روتين ما بعد الفطار. تمام، بين السحور بين بعد الفطار والسحور، يعني في الوقت ده بتبقى حوالي كده الساعه 11 بعد ما بنكون خلصنا اللي ورانا. بقى انا في اليوم دوت بصراحه خرجت اجيب شويه طلبات كده، حاجات ناقصانا يعني من لوازم العيد. يعني الحاجات اللي بصوا في حاجات كتيرة اصلا انا ما صورتها لكوش بسبب لبس العيد وكده. فان شاء الله انتظروني، بجمع بس بقيت اللوازم بتاعت العيد والكلام ده هوت، من توك لاكسسوارات لحاجات. بعد كده هنزلها لكم في فيديوهات، فانتظروني. انا والله لو عايزه انزل هنزل، بس انا بحب انزل كل حاجة على بعضها. يعني عايزة اما اجي اصور كل حاجة مع بعض، اكون خلصت كل حاجة بقى واكون يعني ستفت كل حاجة زي ما بيقولوا كده. فالله المستعان. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا في اليوم دوت انا خرجت صلينا، خرجنا رحنا جبنا شوية حاجات ناقصانا زي ما بقول لكم كده. طبعا كان في حلل مبوشاها من بعد الفطار. بس طبعا اي حلل بتبقى يعني فايدة من الاكل، بتبقى فيها حاجات كده بس ماسكة في الارضية بتاعة الحلل، فبسيبها عقبال بقى ما بخرج وباجي بعمل اي حاجة بتكون باشت زي ما انتم شايفين كده. قلنا نعمل حاجة كده مسكرة حلوة كده، بما اننا صايمين بقى بنعوض بقى فترة الصيام دي، بنروق على نفسنا زي ما بيقولوا. اتمنى من كل اخت بتشاهد قناتي او كل اختي لسه داخله عندي في القناه انك تشتركي وتنوري قناتي، ما تبخليش عليا باللايك. والله العظيم بحبكم كلكم. كفايه بس ان انتوا يعني اما بجيب بتسالوا عليا، بتردوا عليا في اي حاجه بقى. يعني بصوا زي ما يعني عيلتي التانية زي ما بيقولوا. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده كان في شويه مواعين حلوين كده محترمين. طبعا انتوا عارفين احنا يعني بنروح نصلي بنجوع. تمام. فما شاء الله العيال، يعني العيال عندي ما بياكلوش عدل، بيحبوا بقى يملوها عصاير، وبيحبوا يملوها طبر والحاجات الحلوه ده، فبيسدوا نفسهم على الاكل ساعتين ثلاثه كده بقى اكون مستفه المطبخ. اكيد وارد في اي بيت كل ده بيحصل. بيكونوا جاعوا، راحوا بقى ياكلوا تاني عدل بقى. فالحمد لله الف هنا وشفا يا رب على كل من بياكل وربنا يخلي لنا اولادنا كلهم. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. يا ريت يا ريت كل ام تاخد بالها من عيالها كويس. عارفه ان الحياه صعبه والعيشه بقت اصعب والله العظيم، بس احنا عايزين نخلي عيالنا شبعانين ماديا. ليه بقى مش عايزينهم يعني بصوا ليه اللي في ايد غيرهم؟ دي اول حاجه. انا عن نفسي والله العظيم اما يعني بيجي حد يقول لي من ولادي يا ماما انا عايزه اجيب كذا كذا، ده جابوا كذا وده جاب كذا، انا عن نفسي ما بقولوش ما تبصش. لا، هو طفل اصلا ما يعرفش يعني ايه بص ما يبصش. هو طفل يعني من حقه انه كل حاجته تيجي زي اي طفل. فانا عايزه كل ام تاخد بالها من ولادها، يعني اي حاجه ناقصاهم هاتها لهم. امال احنا اصلا يعني بنتعب في الحياه دي من اجلهم وعشان خاطرهم وعشان نوفر لهم كل احتياجاتهم. عارفه ان العيشه صعبه والميزانيه والله العظيم ما بتكفيش اصلا، بس هنعمل ايه؟ لازما يعني في نفس الوقت ما نحرمهمش من اي حاجه عشان يطلعوا عينهم شبعانه وعينهم مليانه، وما يقعدوش يبصوا للي في ايد غيرهم. لان ولادنا دول ثمرة ثمرة طرحنا في الدنيا زي ما بيقولوا. يعني زي ما بيقولوا كده دي الزرعة اللي انتي بتزرعيها وبتحصدها في الدنيا. فاحنا لازم نخلي بالنا من ولادنا جامد، واي حاجة نفسهم فيهم حتى لو تقدري تجيب لهم البديل، بس اهم حاجة ما تخلوش يحس اللي هو عنده نقص او اي حد احسن منه في حاجة. فربنا يعينكم يا رب على تربيتهم ويعيننا جميعا. عارفه ان والله العظيم الحاجه صعبه جدا قوي اليومين دول، بالذات في الايام اللي احنا فيها ديت كل حاجه بقت مرتفعه. تروحي تسالي على الحاجه، يعني مثلا لو انتي رحتي عجبك طقم وقلتي هجيبه خلاص، اما الفي بس واجيب حاجه تانية يمكن الاقي حاجه احسن. طبعا ما جبتش حاجه، تروحي تاني يوم تسالي على الطقم يقولك لا كان ب700 بقى ب800. يعني مسافه سواد الليل بس تلاقي كل حاجه رفعت. بس احنا هنعمل ايه؟ مضطرين نجيب لهم لان ده عيد ولازما يعني احنا يا كبار ما نجيبش لنفسنا، بس ولادنا لازما يبقوا في احسن وجه واحسن احسن حاجه نجيبها لهم. والله العظيم على قد ما تقدري حاولي اللي انت تبسطيهم باقل الاشياء، حتى بتكوني ليهم ذكريات
زي ما بيقولوا ذكريات الطفولة ديت، يقولوا ده احنا كل حاجة كنا يعني بنشاور عليها، وكل حاجة كان بنفسنا فيها كانت مامتنا وبابانا بيجيبوها لنا. فربنا يا رب يقويكم ويقوينا على تربيتهم. ادي بس والله نصيحة مني، حاولي على قد ما تقدري لو الحاجة غالية في بديل ليها، يعني مش لازم ان الحاجة الغالية تجيبيها، في بديل. مثلا يعني في حاجات ماركات، يعني على ما بيقولوا كل على قد لحافك مد رجليك. في ماركات وفي حاجات حلوة برضو وسط. فخير الامور الوسط. الوسط حلو. يعني هيرضي جميع الاطراف، هيبقى من ناحية المادية تبقى حلوة تقدري تجيبيها، الناحية التانية تبقى شيك برضو. فانا عن نفسي يعني بحاول والله العظيم اجيب الوسط، يعني بسأل على الحاجة مرة واتنين وتلاتة، ولازم انا اقيس الحاجة على اولادي لما يجوا يسوها كده ويشوفوها طلعت حلوة ومظبوطة وكل حاجة بخلص فيها، ما طلعتش حلوة ما بخلصش فيها. فانتظروني بقى ان شاء الله اجيب لكم احدث الموديلات اللي نازلة. انا عن نفسي جايبة موديلات حلوة مقتنعة بيها، مش لازم أن يكون احدث. هي بالنسبه لنا يعني انا من كل سنه بنزل وبجيب، ما كنتش لاقيها السنه اللي فاتت والله، فعشان كده بحب اجيب الحاجه اللي طالعه جديد، وفي نفس الوقت تكون ايه يعني سهله معايا، عشان اعرف اراضي جميع الاطراف. يعني ما اجيبش العيل واسيب الباقي، لا بحب يعني. ولو انت ما شاء الله عندك 3 أو 4 زي حالتي، مش لازم تجيبي كلهم مع بعض، يعني تكوني عامله جمعيه قبلها كده تدبري وتوفري. ما هي لازمة الأم كده، إن هي بتدبر وتوفر. الراجل ما عليه إنه اللي يروح يشتغل ويجي يديك الفلوس وانت تظبطي الدنيا، ما تجيش بقى تقول لا ده ما قضاش، ده مش عارفة ايه، ده مش هيقضي، ده مش هيجيب، لا هنجيب الاتنين واتنين. لا بصي انت حاولي ظبطي دنيتك ظبطي امورك، وقبل ما تدخلي العيد يجي تكوني جايبه كل حاجتك اللي ناقصه. حتى بصي مش مهم اكل ولا شرب، والله العظيم الاكل والشرب ده مقدور عليه. على رأي المثل، يعني في مثل مشهور عندنا أوي بيقول لك امشي محرش ولا تمشي مكرش. يعني ايه؟ يعني امشي شيك تمام، وما تمشيش ببطنك مليانة، لأن البطن كده كده خلاص احنا عارفين بتتملي بأي حاجة. والله لو جبنة وعيش وخيار حلو أوي رضا، لكن أهم حاجة تكوني كاستي عيالك كويس وكان واخدة بالك منهم، مش حرمهم من أي حاجة، جايبه لهم كل احتياجاتهم، مش ناقصهم حاجة، عشان ما يحسوش بالنقص ده. دي نصيحة والله العظيم وانا ماشية عليه. انا عندي ما اكلش ولا اشرب، وطبعا ما فيش حد بياكل ما بياكلش وما بيشربش، بس يعني مش عايزين الافوره الكدابة ده. يعني مثلا عملتي مرتين فراخ او مرة واحدة في الفراخ حلو، كل واحد يمشي على قد ميزانيته. مثلا اللحمة دي انا عندي ساعات بعملها مرة واحدة في الشهر، ما اكدبش عليكم والله العظيم، لان انا بحب امشي على قد دخل جوزي. مش عايزه انا ايه يعني اتداين او استلف طول الوقت، افضل مستلفه طول الوقت افضل متداينه، ابقى شايله هم هنا وهم هنا. لا بحب انا امشي دنيتي كده ببساطه وبسهوله. يعني الاكل مقدور عليه زي ما انا قلت لكم، بس اهم حاجه ان احنا نخلي ولادنا مكتفيين، مش ناقصهم اي حاجه بس. هنا بقى ايه، قلت اما اعمل لهم حاجه حلوه كده، لان كل شويه يجيبوا اندومي، كل شويه يجيبوا كراتيهات، وكل شويه يجيبوا حاجات كده ملهاش اي 60 لازمه، ما عليها الا انها بتمرضنا وخلاص. طبعا انتوا عارفين الاولاد في السن ده ما ينفعش الحاجات دي معاهم، لان لا قدر الله بيجيب فيروسات وحاجات. فربنا يبعد عننا الشر والاذى يا رب، وحافظ لنا عليهم. هنا بقى ايه، بما اننا شهر الخير وشهر البركه وشهر الحلويات وشهر الاكل، قلت اما اعمل لهم صينيه رز معمر، حاجه كده ما اقولكوش بقى عليها، تبقى حلوه كده. وبالذات اللي احنا يعني رمضان جاي في ايام شتاء، يعني بصوا ما شاء الله الجوع ورانا بنحس بالجوع في خلال هذه الايام دي حتى واحنا صايمين. يعني الحمد لله العطش قليل قوي لما بنحس بعطش، اذا لا وخرجنا بقى ايه جبنا مشتريات جبنا حاجات. فانا عن نفسي والله ما باجي اخرج بخرج بالليل، ما بحبش اخرج قبل الفطار عشان ما احسش بالمعاناه دي. عملت ايه هنا يا مرودي؟ غسلت كيلو رز، صفيته كويس، غسلته مرة واتنين وتلاتة. بعد كده عندك حتة سمنة بلدي حلوة اعملي بيها، ما عندكش ما علينا اي سمنة. السمنة العلب دي اصلا بقت متوفرة، وبقت يعني تخش في كل جميع اكلاتنا، مش لازما يعني سمنة بلدي. فجبت حتة حلوة كده دعكت بيها الرز، اقعدي افركيه كده ما بين ايدك تمام. هنا برضو جبت كيلو لبن او كيلو وربع حسب ما هتجيبي برضو، وحطيت حتة سمنة تمام ورشة فانيليا، والسكر اللي انت بتحبيه. يعني في ناس بتحبها مسكرة قوي عندي، وفي ناس بتحبها وسط، انا عن نفسي بحب الوسط، يعني ما بحبش الحاجة مسكرة قوي عشان ما تجزعش نفسي تمام. في الوقت ده بقى كنت خلصت المواعين، وكان عندي شوية عيش كده يعني فايدين، على بحب اكون العيش الناشف اللي بيبقى عندي
بروح جايباه يعني مبوشاه في شويه ميه على الدشيشه، على الرز الفايض، على الاكل اللي فايض، واحب اطلع له طيور. تمام. هنا بقى استنيت لما اللبن غلي وحطيت حته سمنه عليه. هو رز المعمر بيحب السمنه، بصي يعني غرقيه سمنه وتاكلي احلى رز معمر. فانا حطيت حته سمنه حلوه كده. بصوا كل شويه بضيق السكر، لان انا عملته قبل كده كان مظبوط فما كانش عاجبه. بيقولوا له امال هو رز معمر مسكر ليه؟ ولا عشان يبقى حاجه مسكره كده. فاللهم صل على سيدنا محمد. في الوقت ده كنت مشغله الفرن، ورحت ايه حاطه بقى ايه في الارضيه بتاعه الصاج. دي السيف الارضيه بتاعه الصاج. تمام. اول ما بيشرب عندي بقى العقد زي ما بيقولوا، حته قشطه حلوه كده مخزناها من اللبن، او عندك ما عندكيش هاتي علبه ومعلبه وخلاص. فانا بحب اعمل الخطوه دي جدا، بتخليك الرز له وش كده وحاجات حلوه، وتاكلي اكنك رز فلاحي مش اي رز. لو انت عايزه تعمليه بالملح نفس المقادير، بس برضو خدي بالك ما تحطيش كميه سكر كتيره يعني تبدليها بالملح. لا، الملح بتحطي رش اكنك هتعملي رز عادي، ورشه ملح مع اللبن مع السمنه مع القشطه مع الحاجات الحلوه دي. ويا سلام بقى لو كنت عندك لحمه ودستيها في الايه في قلب الرز، ما اقولكوش بقى بتبقى رهيبه. بس كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكتبوا لي بقى في التعليقات جبتوا لبس العيد ولا لا، والاسعار عامله ايه عندكم. والله العظيم لبس العيد ده لو قلت لكم اللي احنا رحنا على كذا مرحله مش هتصدقوا، لان ما شاء الله اولادي بحب اجيب لهم الحاجات اللي طالعه جديده، وفي نفس الوقت تكون حلوه عليهم. فعشان كده بقى كل ما يعني ساعات بروح ما برجع ما بجيبش حاجه، بس بجيب الحاجات ايه يعني زي اكسسوارات التوك، حاجات تانية غير اللبس. تمام. هنا بقى كان الرز المعمر، بصوا بقول لكم طري ازاي وما شاء الله، والوش محمر وحاجه كده وهم وخيال. قلنا الحاجه دي بقى نتسلى فيها عقبال وقت السحور. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنتاخر في السحور، بيبقى حوالي الساعه 3 كده عقبال ما بنسحر. ففي الوقت ده بنكون جوعنا بقى عايزين ناكل حاجه مسكره، مثلا زي كنافه زي كيكه زي رز معمر. بس بصوا ما شاء الله والله العظيم كانت حاجه جوس كده طريه، والوش ناشف كده ومقرمش. كانت حاجه الوهم زي ما بقول. بص انا بقطعها خرط وسخنه، عايزه بقى تاكليها سخنه. انا عن نفسي بحب اكلها لما ما تهدى شويه. بس حبيبه قلبي منك ليها بقى. كده اكون خلصت معاكم الفيديو، وانتظروني في الفيديوهات القادمه، سلسله فيديوهات ان شاء الله. داخلين بقى على تروقات العيد، كل سنه وانتم طيبين يا رب. رمضان عدى ما حسيناش بيه، خلاص مش فاضل الا كام يوم. والله العظيم ده يعني اكتر شهر الواحد بيستناه، واكتر شهر الواحد نفسه ان هو ما يخلص. بس هنعمل ايه، الحمد لله. وهنا بقى كنت خلصت خلاص اهو، وقطعت منها. ولادي مش صابرين مش صابرين يعني. بصوا انتوا عارفين طبعا الاولاد بيحبوا الحاجات المسكره ديت بيعشقوها، بس انا عن نفسي احب اعمل لهم الحاجات دي ولانهم يشتروها من بره. بس حبيبه قلبي منك ليها. استودعكم، وانتظروني ان شاء الله كده الفيديوهات القادمه. وقولوا لي ايه رايكم في صينيه الرز الحلوه دي. كانت في وقتها والله العظيم ساقعه كده، ونفسنا ناكل حاجات حلوه. لسه طبعا الجو يعني متقلب، شويه يبقى ساقعه وشويه يبقى سخن. فيا ريت محدش يخفف دلوقتي، بعد العيد ان شاء الله نبقى ايه نخفف. حتى اما تيجي تجيبي اللبس هاتيه خريفي ولا شتوي ولا صيفي. ايه رايكم بقى في الجمال والحلويات ديت. اتمنى من اخواتي اللي بيحبوني يحطوا لي اللايك، وانتظروني في الفيديوهات، ومع السلامه.